دائما وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، ترأس جلالة الملك اليوم حفل التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. التفاصيل. ترجمة فعلية على أرض الواقع للشراكة الاستراتيجية التي تربط المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية تجسدت من خلال ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لمراسيم التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المغربي والصيني. الاتفاقية الأولى تهم مذكرة للتفاهم من أجل إحداث منطقة صناعية وسكنية في المغرب بين المملكة المغربية والمجموعة الصينية هايتي. وقد وقع على هذه المذكرة التي تنص على إحداث مناطق لوجستيكية وسكنية في جهة طنجة طوان الحسيمة كل من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العالمي، ورئيس جهة طنجة طوان الحسيمة السيد إلياس العماري عن الجانب المغربي، ورئيس مجموعة هايتي السيد لي بياو عن الجانب الصيني. الاتفاقية اللي وقعناها اليوم كجهة طنجة طوال الحسيمة بمعية السيد وزير التجارة والصناعة مع المستثمرين الصينيين، كتدخل أولا في إطار مهام الجهة الجديدة اللي عطى لها القانون المنظم للجهات، وهو تشجيع الاستثمارات الخارجية والداخلية وتهيئ الشروط الملائمة لهذه الاستثمارات. إذن احنا كجهة اشتغلنا مع المستثمرين الصينيين هذه 3 أشهر على أساس إقناعهم بأهمية الاستثمار في جهة طنجة طوال الحسيمة، نظرا لما تتوفر عليه من بنى تحتية مؤهلة لاستقبال استثمارات كبرى. أولا الميناء المتوسطي، ثانيا شبكة السكك الحديدية وطرق السيار إلى غير ذلك من البنى التحتية. إذن فالاختيار اللي جاء نتيجة كما قلت المناقشات اللي كانت مع الطرف الصيني اختيار الجهة ديالنا لهذا الأساس.